السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على طريقة ترقاد الفلفلة حارة. عندي كمية الفلفلة حارة، قليل من الزيت، القراعي اللي ديجا عقمتهم مزيان بالمسخون. في هاد الزلافة فيها معلقة كبيرة ديال الخل، معلقة صغيرة ديال الملحة ومعلقة صغيرة ديال السنيدة. السنيدة في هاد الوصفة ممكن انكم تستغنوا عليها لانها فقط كتوازن ليا الذوق. بغيتوها ما بغيتوهاش ممكن انكم تحيدوها. غناخد هاد الفلفله حاره، غنعمرها في هاد القراعي هادو وغنرجع معكم تشوفوا باقي التفاصيل. كما كتشوفوا الفلفله الحاره ديالي هنا عمرتها في هاد القريعات هادو. حاولت انني ما نخليش الفراغ كما كتشوفوا معايا، لاحظوا مزيان. كذلك بالنسبه للقريعه الثانيه حاولت انني نعمر ديك الفلفله فيها مزيان. القريعه الاولى غادي ندير فيها الماء والملح وعفوا والقطرات من الزيت فقط. اما بالنسبه للقرعه الثانيه غادي نضيف ليها داك الخليط اللي فيه الخل والملحه وسنيده. الباقي ديال الفلفله اللي خليتها على اساس انني الا درت مثلا كسكسول هذا نلقاها موجوده. كما كتشوفوا معايا هنا انا ضفت الماء وغندير قطرات ديال الزيت. سمحوا لي في هذا الفيديو تمحات ليا ديك من ضفت الزيت تمحات ليا. هنايا غنضيف داك الخليط اللي فيه الماء والملحه والخل، وغادي نحاول انني نسدهم مزيان باش ما يدخلش ليهم الهواء. وداك الماء خصو يكون عامر، يعني مغطي الفلفله الحاره. كما كتشوفوا معايا دابا بهذه الطريقه هذه غادي تحصلوا على واحد الفلفله اللي مخله بطريقه صحيه وبصحه والراحه.